تطور نقط الشين. ميزت الشين عن السين بوضع نقطة فوق كل سن من أسنانها، ثم طور الخطاطون النقاط الثلاث إلى شكلها الهرمي كما نراه اليوم. هكذا بدأ الأمر. شوف هذه شين، شايف؟ سن سن سن، شو وضعوا؟ فوق كل سن نقطة. ونصر بن عاصم وضع خطوط مائلة، شايفين؟ بعدين الموضوع تطور حتى صار نقاط هرمية. تطور كتابة الكاف. قلنا الكاف في أول الأمر ما كانت تشتبه بمين؟ باللام. كانت الكاف المفردة والمتطرفة. المفردة يعني مكتوبة لحالها، لا موصولة بما قبلها ولا موصولة بما بعدها. والمتطرفة، عشان المتطرفة يعني موصولة بما قبلها، مثل إنك. كانت الكاف المفردة والمتطرفة متميزة عن اللام بشكلها، إلا أنها تطورت مع تطور الخط العربي حتى أشبهت اللام، فميزت عنها بوضع كاف زنادية صغيرة بداخلها، تحولت مع مرور الأيام على يد الخطاطين إلى ما يشبه الهمزة. شوفوا كيف كان الكاف، كيف كانت؟ هكذا كانت. هذا الشكل يشتبه باللام؟ ما يشتبه باللام، لذلك ما نقطوا. لكن لما تطورت بعدين وصارت هكذا، شوف كيف كانت، بعدين شلون صارت؟ هكذا. تشبه اللام ولا لا؟ فوضعوا لها هون، شايف الكاف الزنادي؟ هذه بيقولوا لها الخطاطين الكاف الزنادية، فصاروا يضعون فوق هذه اللام كاف زنادي. انتبهنا كيف؟ هالكاف الزنادي مع مرور الزمان ومن السرعة بالكتابة صارت بتشبه مين؟ تشبه الهمزة. هكذا كانت الكاف، ثم صارت هكذا، ثم صارت هكذا، ثم صارت هكذا، ثم صارت تشبه اللام هكذا. شايف؟ فوضعوا لها لما صارت تشبه اللام، شايف؟ وضعوا لها الكاف الزنادية. شايف؟ هذه الكاف الزنادية. وبعدين تطورت فصارت ايش؟ هكذا من السرعة في الكتابة، ثم صارت تشبه الهمزة، لأنه الهمزة صورتها رأس العين. حرف الهمزة صورته رأس حرف العين. اكتب عين، عين، رأس العين هو صورة الهمزة، بينما ما يوضع في الكاف ليس مثل، يشبهه هكذا. هكذا تميزت الكاف عن مين؟ عن اللام.